دول كام حاجة كنت عاوز أتكلم عنهم في اللايفات اللي بنعملها وخاصة مع الشباب، ولكن الحقيقة ما حصلتش فرصة. فلو شايف الفيديو ده مش مهم أرجوك عديه. أول حاجة، الغربة عمرها ما كانت خارج حدود الوطن. الغربة ممكن تبقى في مجلس زحمة أنت قاعد فيه وعارف كل الموجودين، ولكن مفيش حد فاهمك، وهي دي غربة القلوب اللي لا المسافات بتزيلها ولا الهدايا بتعوضها. 2، الأمل مش إنك تهرب من الواقع، مش إنك تتجاهل اللي حواليك، ولكن إنك تعمل كل اللي تقدر عليه في الواقع ده وإنت بتبصله بعين شايفة النور بعد الضلمة، وبيقين إن مع العسر يسرا. 3، النجاح مش بدوشة الوصول، النجاح بسكونك لما ربنا سبحانه وتعالى يوفقك توصل لكل اللي أمنت بيه. النجاح ده ثمرة لزرعة مفيش حد شافك وانت بتزرعها، لكن قلبك كان مدرك لكل لحظة الزرعة دي بتكبر فيها، وعلشان كده ما تستناش ان حد يقدر تعبك في نجاحك. 4، العزلة مش في الهروب عن العالم، العزلة هي عودة للداخل المنسي. العزلة مليانة صمت، لأن في الصمت الأرواح هي اللي بتتكلم. الأرواح بتتكلم في العزلة وبتقول كل حاجة الألسنة عجزت عنه في الزحمة، وفي البعد هتلاقي القرب الحقيقي. 5، لو بتشوف الوقوع نهاية فعمرك ما هتشوف أي بداية جديدة، لكن لو بتتعلم الدرس فهتشوف بدايات جديدة وفرص في كل حاجة بتقابلها، ومن غير ما تغلط نفس الغلط تاني. 6، كتير جدا من الناس بيشوفوا أي نصح أو تذكير مثالية أو تنظير، لكن خد بالك إن لو أنت في مجتمع ماشي بالفكرة دي فتأكد إن المجتمع ده ما بيعملش أقل القليل، علشان كده مش هيحصل فيه إصلاح. علشان كده برضو شايفين العادي والطبيعي مثالية، وده أبعد ما يكون. المثالية حاجة تانية خالص، لكن إن احنا نذكر بعض بالصح وبالطبيعي دي مش مثالية. 7، اللي بينجو بنفسه مش هربان من الحياة، لكنه قرر يعيش الحياة من غير ما يخسر نفسه. وأخيرا، فالحلم مش خيال، الحلم بذرة انت زرعتها في قلبك. الحالم بيعيش مرتين. سلام.